رجال اني مرسل لي سالفته يقول وفيها عبرتين هالقصه. يقول يا عبد الرحمن انا حار حماق، ردة فعلي مباشره، ما عندي صبر ولا عندي حلم، يعني شوي منفعل الرجل. يقول عندي رجال عامل بإقامته رسمي، يقول يشتغل عندي، يقول لعله يغسل في البيت ينظف الحوش، يقول لعلي جيت لابس ومستعجل بس برجع البيت ما ادري وش باخذ وبطلع. نعم. اثر العامل هذا غافل ومعه له سطل فيه ماء ومن ما هو بنظيف، يقول بينسفه مع باب الشارع لها دخلتي. اوه يقولوا من شماغي لين رجلي، يقول يوم كله ثمله دمار. يقول انا مستعجل ولابس، يقول والله ما عاد فكرت، على طول ردة الفعل. يقول وانا ارفع يدي واضربها كالكف. اوف. يقول ضربه لطمه. يقول هو مسكين بلعه، اظن حمقي. اي حمقي بالحيل، حماق. بعض الناس حار الله يصلح حياتي. نعم. وانا والله يا قرباني. يقول وخمه بهالكف. يقول يوم طاح الرجال يقول معليش انا ما قصدت، انا قال والله ما عاد تجلس، اقسم بالله انت طلع. لا حول. يقول وفعلا والتفت خروج نهائي على طول في نفس اليوم. يقول ما ادري ايش جاني عليه. اعوذ بالله. يقول يترجاني يبيني يا عم يا عم يا سو خير، انا غلطت انا اسف، والله تطلع من البلد. ايوه. يقول واسوي له خروج نهائي في نفس الليله في يومه. يقول انا اساسا الصبح مدري هو راح يداوم وكذا. يقول المهم حلفت، انا حلفت. يقول خلاص عاد رتبني الشيطان وراي، حلفت اما طلقت خلاص الا بيتم حلفي. نعم. هذا غلط يا اخي. غلط. الحاصل يقول والله بسوي له خروج نهائي. يقول واجي قلت يلا توكل على الله وسفره. قال الله، يقول قال لي الله يقطعك مثل ما قطعت رزقي. حول ولا قوه. يقول يوم قال لي هالكلمه طراها قبل شوي يوم من حكي عن السلطه وعن الفوقويه وعن الجبروت اللي يحصل احيانا من بعض الناس. نعم. يقول يوم قالها يوم كشفت. اي والله يقول جاني تنمل جسمي. يقول تقول لي مطعون. يقول كلمته حاره. أيوة. دعوته من قلب. قال الله يقطعك مثل ما قطعت رزقي. يقول لكن سبق السيف العدل، الحمق ما له الا هذه وش هو ما عاد لها سنع خلاص. يقول الماء لندفق ما يحق خربت. شلون الماء ليش؟ الماء ايش؟ الماء يلندفق ما يحق، يعني ما تقدر تجمع، ما عاد يمديك تجمع خلاص. صحيح. هذا مثل عندنا في نجد. صحيح. الحاصل طول اعماركم. يقول والله زعلت، سويت نفسي زعلان وكملت، والرجال سافر ودعوته في قلبي. يقول ومن ذيك الساعة يقول وانا في ضيقة ما يعلم بها الا الواحد الاحد، في ضيقة. يقول ما عجزت القى شيء ينفس عني او يوسع صدري. يقول وخايف من هالدعوة، خايف من هالدعوة. يقول وانا امر عقبها كم يوم. يقول وامر واحد من اخويا قلت اركب الله يرحم والديك، انا ضايق صدري ولا ادري وين اروح. يقول أيوة. حنا في شمال جده ولا عمري جيت جنوب جده الا نادر. ايوه. يقول وامر انا وياه وين بنروح؟ قال بنتمشى يا اخي انا ضايق صدري. قال يلا. يقول اركب معه. يقول رتب معي هو. يقول واوجه جنوب. يقول واروح الجنوب جده. يقول وادخل حواري وشوارع والله ما عمري جيتها ولا عمري طبيتها. نعم. يقولوا يا مري العزيز حكيم وادخل في سكه سكاكن ضيقه. نعم. وحواري شعبيه قديمه. ايوه الحقتها الدعوه. يقول ما ادري وش اللي جابني لها الحين انا. نعم. يقول يوم لفيت مع هاك الشارع. يقول لها كلب نيه عند باب بيتهم لها تصيح نيه يمكنها هم 10 سنين. يقول لها شبعته ملبسه تصيح. يقول يجي في قلبي شيء الا اوقف اناظر هذه وش عندك ولا بقص. قال خوي وش عندك؟ خير. قال بس بشوفها ضعيفه هذا البنيه وش عندها تصيح. قال اخي بنته تصيح وش عليك منها؟ قال لا ما ادري شيء تدبير الهي. يقول وانزل. قلت لها تعالي يا نعمت وش فيك تصيحين؟ يقول ساكته تشاهق ولا تعطيني خبر. علميني وش فيك تصيحين؟ يقول لها حنا ليله رمضان باتر رمضان. قالت بكره رمضان والله ما عندنا شيء ناكله، ما عندنا فطور وما عندنا سحور. لا حول ولا قوه. يقول قلت هانت. يقول انا بخير لا باس اموري. يقول يوم طلعت امه يا بنت ايش بك هنا؟ ليش جالسه عند الباب؟ ادخلي.
قلت يا اختي لو سمحتي، البنت تقول انا جوعانه وما عندنا شيء ناكله، هل هذا صحيح؟ قالت لا لا ما هو بصحيح، احنا بخير وحنا بستر وحنا بنعمه ما شاء الله، الحمد لله، احنا علينا فضل الله ومستورين مستورين. يقول تسحب بنتها وتضربها وتسكر الباب. يقول دريت ان هذولا من المتعففين، يقول لان حالتهم وحاله البيت وحاله الحاره وضعهم جسم البنيه نحيل مره. قلت بس هذا اللي يتصدق عليه. يقول انا اروح بسيارتي واطلع على الشارع العام واحمل من المواد الغذائيه كل خير. يقول واجيبها لين جيت عند الباب، يقول انزلك كله واطق الباب. من عند الباب قلت افتحي يا بنت الحلال، انا الرجال اللي كلمتك قبل شوي قبل ساعه. يقول يوم فتحت الحرمه قلت خذيه، قالت لا، قلت والله انت اخذينه. انتهى الكلام، هذا مشري لكم وجزاكم الله خير، الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، فامان الله. يقول وانا امشي يوم فرج شوي، يقول حسيت براحه كبيره، فرقت سبحان الله العظيم. يقول لكن لا زال فيه بعض الشيء. يقول رحت من بكره كان جمعه، قالت امي يا ولدي ترى خلص علاجي، وعلاجي نادر ما انت بلاقيه يجيبه اخوك فلان من الصيدليه الفلانيه في الشارع الفلاني. قلت رك الساعه الحين اطمر اجيبه. يقول والله شغل، ما بعد راح 24 ساعه على حادث تمثل، ركزوا معي، ما بعد راح 24 ساعه. نعم. يقول وانا اروح للصيدليه هذه بعيده شوي عن بيتي. يقول يوم وقفت عندها يقول ويجيني تقلع احد يقول لي في اذني هجس انه امشي. والله ما في شيء يعني يستدعي اني امشي من هذا المكان. وقفت ويلا وصلت الصيدليه وعندها موقف، وقفت امشي، لا حول ولا قوه الا بالله. اناظر في المرايات، اناظر حولي، ما في شيء غلط. امشي حرك من هذا المكان. يقول ضيق صدري الا امشي. تدبير العزيز حكيم. يقول وانا ارجع بالسياره يقول واقدم شوي، يقول والله وبالله وتالله تسجيله موجود معي في الجوال الحين. يقول اقسم بالله العظيم اني ما ابعدت عن الصيدليه 20 متر الا يجي ذاك الوايت معلق عليها لبنص ما طعيفك، سبحان الله العظيم. يقول قدامها اشاره في الشارع نفسه. يقول هو عرف انه بيعدم المسلمين ذي كلها، ارتبك ولف على الصيدليه على نفس الموقف اللي انا كنت واقف فيه. يقولوا يعدم 6 سيارات ويروحون كل اكثرهم وفيات. الله. يقول انا قعدت انتفض مكاني، قعدت لي يجي ساعه وانا اتنافض. انا قبل شوي هنا، يعني المفروض اني في عداد هالاموات اللي انا اشوفهم الان. سبحان اللي يسلمه. يقول واتصل على خوي والله اني ايدي تنتفض. قلت يا فلان حصل كذا 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 كذا. قال هذه والله اصدقك كمس. هذه والله اصدقك كمس اللي الله دفع عنك البلاء عنه، سبحان اللي نجاك. يقول قلت لا باقي وحده، باقي والله الضعيف المسكين اللي طردته وضربته وهنته لكن هين. يقول انا اتواصل معه. قلت يا فلان حللني وبحني وبيك ترجع ابجيبك لو على غير كفالتي وبعطيك زود عن راتبك، ومنها الحين بحول لك مبلغ يرضيك، بس حللني وبحني. قال الله يسامحك. طراه يا ابو عمر يوم تقول قبل شوي، هذا استدرك الموضوع. وسلامتكم. الله يبيض وجهك. الصدقه تقي مصارع السوء. سبحان الله. الصدقه تقي مصارع السوء. شوف هذا يوم نتصدق على هالعائله الضعيفه المسكينه، شوف كيف الله انجاه. اول شيء نفرج ضيقه الصدر هذه. صحيح. الهم وضيقه الصدر هذه تفرجت. ترى الصدقه ترى توسع الصدر. ترى المعطي أسعد من الآخذ. صحيح. المعطي ترى أسعد، يحس بسعادة، يشعر بسعادة، خاصة إذا وضع الشيء في موضعه. إذا أعطى ناس ويشعر أنه فرج كربة، والله أنه يشعر بسعادة ما شيء عجيب. الله أكبر. وبعدين شوف كيف الله أنجاه من هذا شو اسمه، من هذا الحادث، كيف أن الصدقة هذه أنقذته من مصارع السوء.